يا صباح الخير والتفاؤل والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نمبر 1. حلقتنا النهاردة حلقة مهمة لكل الناس اللي بتتفرج علينا، وبالأخص لكل عريس وعروسة خلاص قربوا يتجوزوا وبيدوروا على أحدث الموديلات والأشكال اللي عاوزين يعملوها في شقتهم. عشان كده النهاردة حابين نتكلم عن فن التشطيبات في المنازل، وبالأخص الجبسن بورد. وطبعا كلنا بنهتم بديكور البيت وبنحب يكون شكله بسيط ومريح. هيكون معانا الأستاذ خالد مختار من محافظة بورسعيد، هيكلمنا أكتر عن التشطيبات الكاملة للمنزل والجبسن بورد، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومشرفني ومنورني الأستاذ خالد مختار صاحب مؤسسة خالد مختار للتشطيبات. اهلا بحضرتك معانا، منورنا. نورك يا استاذ، الله يخليكي، ربنا يبارك فيكي. في البدايه كده عرفنا بنفسك. انا استاذ خالد البنا، او زي ما بيقولوا مهندس خالد البنا. مجالي كله في مبدئيا الشغل الجبسون بورد والديكورات تشطيبات. حاليا شغلنا كله مرتبط بمحافظه بورسعيد. طبعا احنا النهارده عاملين عروض برضو على الصفحه بتاعتنا، ما شاء الله. احنا كنا صفحتنا كانت حتى حجمها كان قليل جدا، بالتفاعل وبالشغل وبالاجتهاد الصفحه كبرت وبقينا معروفين شويه في مجال التشطيبات. فطبعا احنا النهارده بنحاول نهتم بالديكور بتاع البيت او المنزل او الكلام ده كله، ان احنا نحط اللمسه او الديكور البسيط اللي في نفس الوقت يدي منظر للمكان. تمام. فالجبسن بورد بند اساسي في اي بند تشطيب، اكيد بنعتمد طبعا عليه. تمام. فاحنا النهارده حتى على صفحتنا عاملين عروض جامده للجبسن بورد، هتلاقي عروض مميزه. طب قول لنا ايه اول العروض كده؟ عندنا مثلا احنا عاملين على الصفحه عرض المتر الجبسن بورد النهارده حاطينه سعر متر 105. ده ما فيش في بورسعيد خالص. 105 ده حتى للمساحات اللي هي الكبيره كمان. وبنعمل في الاخر برضو كادو، زي مثلا مكتبه شاشه، بنعمل مثلا كادو بلكونه، بنعمل كادو طرقه، وبنعمل خصم برضو للعميل. ده بالنسبه لمجال الجبسن بورد. طبعا مجال التشطيبات النهارده مرتبط بمجال الجبسن بورد، لان برضو احنا كان المجال بتاعنا احنا النهارده هو بقى اساس اصلا دلوقتي، بقى اساس في البيت هو أصلاً، اساسي او في اي شقه دلوقتي الجبسن بورد والاضاءه. طبعا بس في بقى احنا النهارده اسسنا برضو شركه اسمها شركه بيراميدز للديكورات التشطيبات. دي بنعتمد عليها ان احنا بدل ما نشتغل بند واحد بنشتغل مجموعه البنود كلها 9 بنود. تمام. ال9 بنود اللي هم مبدئيا من اول البند التاسيس اللي هو السباكه لحد اخر بند الديكورات. تمام. انت مسؤول عن التشطيبات كلها من A to Z. من الالف للياء. تمام. فطبعا احنا عملنا الشركه دي، وحاليا كمان احنا شطابين دلوقتي كذا شقه، وبرضه ممكن نعرضها، مفيش اي مشكله قبل وبعد. فده عشان ثقه العميل فينا طب خلينا نتكلم كده مبدئيا. لو المساحه بتاعت الشقه صغيره، تمام، هل الجبسن بورد له تاثير في المساحه؟ طبعا احنا النهارده لما بنيجي نرسم الشقه كجبسن بورد بنخش نعمل معاينه. بعد المعاينه بيتضح لنا جميع المساحات الموجوده، بالنسبه مثلا للريسبشن تقريبا ايه اللي يمشي معاه، بالنسبه مثلا للطرقه، الليفنج، الغرف، الحمام، المطبخ، لازم يتحط في اللمسه، بحيث ان الجبسن بورد ده الاساس بتاعه اللي هو يبين لك اضاءه المكان، بيرسم اضاءه المكان. فانت ازاي تخلق اضاءه في مكان المكان ده مثلا هنقول مش الاضاءه فيه ضعيفه شويه. تمام. فالجبسن بورد بنحاول ان احنا نخلي اضاءه في كل مكان في المساحات الصغيره بالذات. طب بما ان احنا معانا حد شاطر قوي، الله يبارك فيك، تمام، عايزين نستفيد من خبرتك كده. هل الالوان بيبقى ليها تاثير في الجبسن بورد على المساحه ايا كان انها توسع المكان او تضيقه؟ طبعا دايما الالوان الفاتحه بتوسع المكان، وفي نفس الوقت انا عندي مثلا هنقول مثلا مساحه لو يكن صغيره مثلا، وعايزين نخلي الجبسن بورد حتى احنا هتلاقي مثلا معظم الاسقف النهارده الارتفاع بتاعها بيبقى بسيط. تمام. المترين 70 بالظبط. فدايما لازم حاطين النهارده الالوان الفاتحه اللي هي مثلا هنستخدم لون مناسب للحيطه، لون مناسب للسقف الاساسي، لون مناسب للجبسن بورد. دايما الثلاث الوان دول لازم يكونوا متناسقين مع بعض. تمام. فالنهارده الاعتماد الكلي على الالوان الثلاثه دول بدرجاتهم. طيب ايه الالوان الشائعه او الالوان اللي هي المناسبه حاليا او المطلوبه دلوقتي حاليا؟ بالظبط. عندنا الفانيلا لاتيه،
ده كحوائط. الجبسن بورد طبعا ما بين الكافيه والشامبين، الالوان اللي هي تدي لازم اصلا يبقى في كونتراست كده في الالوان وماتشنج مع بعض، فعلا ما يجرحش العين اصلا. مظبوط كده. والسقف الاساسي طبعا ابيض. في ناس بتميل بقى للالوان اللي هي مثلا ايه، اللي هي الجرات والرمادي والكلام ده كله، برضو على حسب. بس بيدي عمق فعلا في الشقه. طبعا طبعا بيدي مساحه بس الفاتح بالنسبه لي انا، الفاتح بيدي وسع للمكان حتى لو كان في مكان ضيق. طبعا الجبسن برضو النهارده داخل كمان في شغل جديد، الشغل البروفايل الليد، الماجنتيك، شغل المساطر، الكلام ده كله بيدي فخامه شويه للجبسن بورد. طب استاذ خالد، ايه رايك في الالواح الخشبيه اللي بقت بديله للرخام؟ بصي، هي طالعه موضه تمام، وميزتها حاجتين. تمام، اول حاجه بتعمل شكل جمالي للمكان. يعني النهارده انا اما اجي استخدم حيطه اعمل فيها جبسن بورد كمكتبه، لا انا الافضل ليا ان انا اعمل بديل رخام. ليه بقى؟ الشكل الجمالي بتاعها ممتاز، يعني هنقول 100%. انما مثلا كمكتبه جبسن بورد ممكن مثلا 90% الشكل مش هيبقى مكتمل، لان دي مثلا بيتضاف عليها اكسسوارات زي الستيل الذهبي، زي البديل الخشب، الكلام ده كله، فبيدي لها منظر يعني اكبر من مقامها يعني. تمام. طيب كفخامه يعني. كفخامه بالظبط. تاني حاجه في بديل الرخام وبديل الخشب، ان هو معالج، مش هنقول معالج، يعني زي ما بيقولوا ايه، اللي هو بيداري جزء الرطوبه. انا عندي حيطه مثلا فيها رطوبه وانا استخدمت فيها جميع المواد، برضو كل شويه بايه بتظهر لي تقشر، الكلام ده كله. فعلا في ناس كتير قوي يعني بيبقى عندهم الميه على الحيطان ما بيعرفوش يعالجوها. جميل. طيب انا النهارده عشان عندي ميه لازم استناها لما تنشف، تمام، وابدا اشوف لها الحل. طب الحل ايه؟ الحل لو جه واحد مثلا يديها مثلا وش عازل، الكلام ده كله ممكن مثلا تبان بعد كده. لا، انا شايف الافضل النهارده ان انا اديها الواح بديل رخام، او انفذها بالواح بديل رخام. يعني معنى كلامك ان ملهاش علاج؟ هي يعني طبق العزل اللي حضرتك اتكلمت عنها، هي الرطوبه مالهاش علاج. ملهاش علاج. الرطوبه احنا بنعمل كمسكنات. تمام. مسكن للمكان، اللي هو مثلا ايه، يعيش معاك 5-6 سنين ما تشكيش من حاجه. تمام. ده بالنسبه لبديل الخشب وبديل ايه، بديل الرخام. ده يعني انا شايفه الافضل بصراحه، بيدي شكل جمالي ومعالج، يعني يعتبر مسكن، مش هنقول معالج بقى، مسكن للايه، للاماكن دي. تمام. ده بالنسبه لموضوع الرطوبه. طب هل الرخام او بديل الرخام مكلف عن الجبسن بورد ولا نفس التكلفه؟ لا، هو بديل الرخام اصلا يعتبر ديكور خاص بالحوائط، ملوش دعوه بالاسقف، فهو اكسسوار في ميزانيه ان احنا نعمله، مفيش مشكله. تمام. هو طبعا مكلف. تمام. بس في نفس الوقت ان هو بيدي ديكور يعني رائع بصراحه في المكان. ولازم التاتش بتاعه في كل شقه، يعني تلاقي مثلا في الريسبشن محطوط جنب بديل الرخام. بالظبط. ورا الشاشه جنب بديل الرخام. فعلا بيخلي شقه حلوه جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فدي ايه الفكره بتاعته، اللي هو بيدي المنظر بتاعه وبيخلي المكان بيتغير 99 درجه او 100 درجه. طب خلينا نرجع للجبسن بورد تاني. هل ازدحام السقف بيأثر عليه، او تقل اصلا على السقف ممكن يأثر عليه؟ هو الجبسن بورد اولا، هي كلمه زحمه دي معناها لا، مثلا ممكن اعمل اشكال او ممكن اعمل اسقف مثلا اللي هي حاجه جوه حاجه جوه فوق حاجه. في ناس كتير اصلا ده بتحس ان هي شكل جمالي. بل بالعكس هي بتقلل انا ما اصلا برشحش الكلام ده. مميزات السيمبل دايما خفيف، الديكوريشن اصلا بتاعها. السيمبل دايما خفيف. وفي نفس الوقت كمتانه الجبسن بورد، لا، الجبسن بورد 100%. اهم حاجه الشاسيهات بتاعته تكون كويسه، الجبسن بورد نفسه يكون كويس، المسامير كويسه، صنعه كويسه، فينش كويس، تطلع بالايه، بالماده المقبوله في الاخر. طب اعرف ازاي لو الصنعه كويسه زي ما انت قلت او لا؟ بصي، اولا الشغل كله لما بيجي يعني ننفذ الجبسن بورد، احنا بنوزن شغلنا كله حاجه اسمها ميزان ليزر. تمام. بدون ميزان ليزر ده يعني هتحس ان السقف ناقص حاجه. تمام. الميزان ده بيظبط لك السقف حتى لو مايل سنه طالع سنه، الكلام ده كله ده اساس الميزان ليزر. تاني حاجه الخامات. بالنسبه للجبسن بورد، الشاسيهات في كذا وزن للشاسيه، او في كذا خامه للشاسيه. الشاسيه ده بيبدا من 3 مللي لحد 4 مللي. ايوه، بس كل اللي حضرتك بتقوله ده انت يعني كمؤسسه او كتصميم بتصمم الديكور نفسه اللي حضرتك تفهم فيه، لكن انا كعميل انا بتكلم بلسان كل الناس اللي المفروض بتشطب شقق. انا كعميل النهارده جايه استلم الشقه بتاعتي، اعرف منين ان فيها ديفوهات؟ بصي، هو يعني في اللحامات،
لا هو ما بيبانش الجبسن برضه، ما بيبانش بعد ما بيدهن، يعني بعد ما بيدهن ما بتعرفش مكان الفواصل اصلا، هو مكان المسامير، فبيبان اصلا في التركيب. يعني انا النهارده لازم يكون في امانه في التعامل مع الشخص اللي انت تتعامل معاه، تمام؟ ليه بقى؟ لان انت النهارده يعني انا مثلا عموما عن الناس كلها، انا كاتب مثلا على صفحتي خامه الجبسن بورد اللي هستخدمها، نوع الشاسيه، الماتيريال اللي هتتعامل سعر بيها. المتر، مده الشغل بالظبط، اللي هو مثلا لو ده كويس جدا. لو عندي شقه مثلا 150 متر تاخد معايا 4 ايام شغل، شقه اقل من كده تاخد معايا يومين شغل، اوضه واحده تاخد يوم شغل. طب الكلام ده ده كله لمحافظه بورسعيد بس ولا على مستوى جمهوريه مصر؟ والله احنا حاليا يعني انا بصراحه مش يعني انا بيجي لي شغل كتير في القاهره واسكندريه وكذا محافظه، بس انا من النوع اللي انا يعني ايه مرتبط بمحافظه بورسعيد. يعني انا عندي بورسعيد يعني ما شاء الله الواحد يعني مش عارف يخرج منها بسبب ان انا ايه يعني ازدحام الشغل يعني. لا ولسه برضه ما شفتش مكان. يعني انا النهارده ان شاء الله باذن الله يعني قريب جدا قريب جدا هيبقى في مكان في القاهره زي بورسعيد ان شاء الله. ان شاء الله، الله ونيجي يخليك. نبارك لك طبعا ربنا يبارك وتكون فيك يا معانا، استاذ، الله يخليك الله يخليك. ونعلن كمان عن الفرع الجديد. يا رب يا رب يا استاذ ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا متفقين ان الايام دي الاسعار بقت غاليه جدا. طبعا. وطبعا اي عريس وعروسه النهارده عايزين يتجوزوا، عايزين اجمل حاجه باقل سعر، تقدر تفيدهم بايه؟ انا النهارده معاهم يعني مثلا هو كل ده ما بيتمش الا في المعاينه، لان المساحات بتختلف، ممكن شقه 50 متر، ممكن شقه 100 متر، ممكن شقه 200 متر، تمام؟ فالنهارده احنا بندور على السيمبل. طيب ايه النهارده المودرن واللي ماشي النهارده في كل حته النهارده اصلا؟ يعني انا يعني عريس وعروسه اكيد بيخشوا على النت وبيشوفوا حاجات جديده. بالظبط. تمام. فكل الشغل الجديد نازل، يعني الشغل الخطوط في الجبسن بورد هي دلوقتي هي يعني هنقول ايه، هي يعني يعتبر احسن حاجه دلوقتي وافضل حاجه كشغل يعني. بالظبط. ف بالنسبه لهم انا برشح لهم الحاجه اللي هي الموديل الاول، اللي هي اللي ماشيه، اللي في نفس الوقت اللي هي ما بتبطلش، اللي هي في نفس الوقت احنا عملنا مثلا شقتنا النهارده بعد 5 بعد 6 بعد 7 سنين الشغل ده ما بيبطلش، الموديل. فبقنعهم بيه، وفي نفس الوقت بعرفهم التكلفه، وبعرفهم ميزانيه تانية برضو للشغل اللي هو ايه السيمبل شويه، بس في نفس الوقت ان هو بيبقى ايه اقل منه في الايه في الاكسسوار، يعتبر البروفايل ليد والاسبوتات والاضاءات. يعني بنقلل من الماتيريال او لا مش من الماتيريال، من الاكسسوار. الخامات نفسها؟ لا مش من الخامات، من الاكسسوار. يعني مثلا الجبسن بورد عشان ينور محتاج اضاءه. الاضاءه دي هتبقى ايه؟ هتبقى عباره عن سبوتات، اضاءات، الكماليات يعني. الكماليات تمام. احنا بنقول على اكسسوار مش اي مشكله. فطبعا يعني النهارده كل عريس وعروسه عندهم ميزانيه معينه بيشتغلوا بيها، فانا برشح لهم الميزانيه الصغيره والميزانيه الوسط والميزانيه الكبيره، وعلى اساسها بنبدا ايه هم يحددوا. هم يحددوا. الله يبارك فيك. تمام. طيب نقدر ننصح كمان اي حد عنده دفو مثلا في السقف بتاعه، ممكن نعمل يعني برضو جبسون بورد، تمام، ولكن بطريقه مكلفه اكتر من اللي انت قلتها. يعني مثلا اللي هو ايه، المساحه عندنا كبيره قوي واحنا مش معانا التكلفه بتاعتها، نقدر نعمل فيها ايه وفي نفس الوقت احنا دارين الديفو بتاعها؟ بصي احنا النهارده يعني انا بخش مثلا يعني ممكن اخش برج لسه معمول جديد مثلا، وبص على السقف بتاعه الاقي السقف بتاعه مثلا ممكن يكون مايل شمال مايل يمين مش مظبوط، فلازم السقف كله يتعمل جبسون بورد عشان خاطر يظبط السقف، وفي نفس الوقت لما الاضاءه تنور يبقى المنظر الجمالي مقبول. فبقنع العميل بنفس الايه، بنفس يعني بقول له مثلا ايه التفاصيل كلها، بحيث ان انا اقنعه اقول له انت لو عملت الجبسون بورد هنا السقف هيظبط معاك، وفي نفس الوقت هتلاقي الامور كلها ايه مظبوطه. فبيلاقي الميزانيه عاليه لان هو بيعتبر هيعمل سقف فوق سقف. طب انا عايز حاجه سيمبل، احنا ممكن نغير الماتيريال نفسها. مش الماتيريال، انا بس بكلمه عشان ايه، يعني انا يعني الميزانيه النهارده هي اللي بتحكم. انا النهارده ممكن اقول له هتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا، وهنعمل في الحوائط وهنعمل في السقف وهنعمل في الغرف وهنعمل في كده. لا انا بحدد له ميزانيه معينه يمشي بيها، فده انا شايفه الافضل يعني. طب ايه هي عيوب الجبسون بورد؟ عيوب الجبسون بورد النهارده هو في الفينش. يعني النهارده هنقول مثلا ايه الصنايعي اللي بيشتغل لو ما عندهوش مثلا امانه في الشغل نفسها، تمام، هيبقى في عيوب. العيوب بتبان ازاي؟ الفواصل زي ما انت قلت لحضرتك بتبان، تمام، فيما بعد ما يدهن يلاقي الجبسون بورد ريح، الكلام ده كله. بس انما احنا الحمد لله يعني
ساعة ما بدأنا الجبسن بورد مثلا، النهارده داخلين على أكتر من 10 سنين أهو، تمام. وبنقبل التعليقات وبنقبل الشير وبنقبل أي حد يقول كلام مثلا متناقض، وما فيش أي مشكلة. بس الحمد لله صفحتنا النهارده وصلت 95,000 يعني بحب الناس، وشايفين إن إحنا صفحة بنقدر نقوم بالمجال ده على أكمل وجه. الحمد لله يعني ربنا. بصراحه يعني انتوا شغلكم جميل جدا، ربنا يبارك فيك. وانا من متابعين صفحتكم يعني. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. طب في حاجات جديده طالعه موضه تقدر تنصح الناس بيها؟ النهارده يعني اي واحده عموما، اي واحده موجوده الديكورات بتاعتها بتبقى خاصه بالاسقف والحوائط، تمام. طيب انا ممكن اضيف الجبسن بورد في الاسقف والحوائط؟ لا، انا عايز اخلي الجبسن بورد كله في الاسقف. ليه؟ عشان خاطر ان انا اوزع اضاءتي في كل حته. طب الحوائط لو اتعمل فيها جبسن بورد، الجبسن بورد المشكله بالنسبه له ان هو بيجي في الحوائط بيخرج عن الحيطه حوالي 12 سم، تمام. بياخد من مساحه المكان، بياخد من مساحه المكان بالظبط. فانا مثلا احط فوتيه، احط سفره، احط حاجه، الاقي نفسي ضيقت المكان. لا، كمان عايزه اقول لك ان اي خبطه فيه بتجرحه. ممكن يعني مثلا هو لو مش متجمد كويس او مش متحمل كويس ممكن اي لا، خبطه. هي الماتيريال بتاعه اصلا نفسها ضعيفه جدا يعني. بس ممكن لو يعني متثبت كويس ممكن ما يحصلوش حاجه، يعني ممكن حتى يتخدش، انما يتخرم دي لا يعني. لكن انت ما بتنصحش بيه اصلا في الحوائط؟ لا، في الحوائط يعني حتى ما حد اقول له يعني بقول له النصيحه، بقول مثلا بقول له مثلا يعني انا شايف كذا افضل، تمام. واقوم اقول له الشكل، يفرح بالشكل الجديد وما فيش اي مشكله. وبالنسبه لديكورات الحوائط انا برشح فيها يا اما بديل الرخام، يا اما شغل البراويز اللي هي الفيوتيك، يا اما بديل الخشب. الكلام ده كله بيدي منظر يعني روعه في المكان. استاذ خالد، سمعنا ان انتوا عاملين لنا عروض حلوه بورسعيد قوي. تمام، كلمنا عنها. بصي النهارده يعني هنقول مش انا الشركه الوحيده في بورسعيد، بس انا الحمد لله يعني انا الوحيد اللي عامل عروض في بورسعيد، وفي نفس الوقت الصفحه الوحيده اللي كاتبه سعر المتر على الصفحه. لان هتخشي اي صفحه شركه النهارده مش هتلاقي سعر متر، هتلاقيه حاطط الخامات، حاطط الشاسيهات، مش كاتب سعر متر. احنا الصفحه الوحيده اللي على مستوى محافظه بورسعيد حاطين سعر متر جبسن بورد للناس. ليه؟ عشان اللي حابب يدخل يشوف الخامات، يشوف الشغل، يشوف الكلام ده كله، وبيخش برساله احنا بنتواصل معاه على طول. سعر متر النهارده بالنسبه لهم، النهارده احنا مثبتين السعر 105 ده للمساحات كلها اللي هي فوق ال 100 متر، تمام. وبنعمل برضه كادوهات، برضه بنعمل مثلا مكتبه هديه، بنعمل مثلا بلكونه هديه، بنعمل خصم برضه، مفيش اي مشكله. كويس. هي دي بالنسبه لعروض الجبسن برضه كلها في محافظه بورسعيد. طبعا بورسعيد دي مقسومه بور فؤاد، تمام. وفي عندنا حاجه اسمها بورتو سعيد كومباوند برضه موجود. بس هو ده الفكره كلها في الجبسن بورد. طب خالد، بمناسبه ان انت برنامج نمبر 1، عايزين عرض يخص البرنامج، يعني اي حد يجي لك من برنامج نمبر 1 او من تبعنا يعني، تمام، انت تعمل له خصم معين. احنا ممكن نعمل فكره برضه، نعمل عرض برضه كويس. يعني احنا ممكن نعمل عرض المتر بدل ما هو 105 نخليه 100، بس نعمل مثلا 100 للمساحات اللي هي فوق ال 150 متر. بس هيبقى باكت نمبر 1. طبعا 150 باقه عرض المساحه المتر 100 جنيه، تمام، للمساحات اللي هي فوق ال 150 متر. وبرضه في مكتبه كادو او بلكونه كادو برضه في خصم برضه. تمام، هنعرض لك صورتين يا ريت تعلق لنا عليهم. طب اتفضل. اول صوره مع حضرتك. دي شقه كنا بنشطبها من الالف للياء. دي استلمناها على المحاره، تمام، وخليناها بالشكل اللي قدام حضرتك ده. طبعا اللي فوق عندك ده ديكور جبسن بورد، ومعاه شغل برضه حاجه اسمها CNC، والبراويز اللي على الحيطه برضه دي اسمها فيوتك. مع الشغل ده خد منك وقت قد ايه؟ اخد 45 يوم. 45 يوم. الشقه دي مساحتها 125 متر صافي. انت مدخل فيه الخشب صح؟ طبعا مدخل فيه الخشب، وبديل الرخام وبديل الخشب. طب والصوره الثانيه؟ الصوره الثانيه دي كانت شقه كان معمول فيها برضه الجبسن بورد بس. الجبسن بورد بس خدت مني 4 ايام، لا يا ربي، كان الصاله والطرقه خدت مني يومين تقريبا. كويس. يومين. ودخلت حتى النقاش والصوره دي خلصها وظبطها. نفس الشقه، هي دي نفس الشقه بالظبط. نفس الشقه، تمام. كان سقف وطرقه. دي برضو نفس الشقه الاولى، برضو احنا عملنا برضو الباب التركي اللي حضرتك شايفاها، نفس الكلام برضو. معقول كل ده في مكان واحد؟ هي كانت كام متر؟ 125 متر. بس كويس. هو فرق التصوير. التصوير كبيره قوي فعلا. دي برضو واحده تانية برضو
طب كنت دي بقى في نفس الشقه ولا في مكان تاني؟ لا دي في مكان تاني. دي احنا خدنا الشقه دي شطبناها، بس الفكره كلها احنا يعني هنقول بنود التشطيب كلها حوالي 9 بنود. احنا خدناها حوالي 5 بنود، بدايه من جبسن بورد لحد الديكورات. فطبعا طلعت معانا بالمنظر ده ما شاء الله ما شاء الله يعني. ده برضو الجبسن بورد وشغل خطوط البروفايل الموجوده فيه. ده يعتبر يعني احدث يعني. طب استاذ خالد، عايزينك تكلمنا عن السمارت هوم في التشطيبات. هو السمارت هوم النهارده ما فيش حد في بورسعيد لسه اشتغل سمارت هوم، يعني انا ما شفتش الشقه النهارده او شركه بورسعيد اشتغلت سمارت هوم. فاحنا ان شاء الله يعني انتوا اول شركه تشتغل في السمارت هوم؟ احنا معانا شقه دلوقتي بنشطبها سمارت هوم، تمام. وان شاء الله باذن الله اول ما ننتهي منها هنصورها وهننزلها على الصفحه وهنعرضها، تمام. وهنوضح للناس كلها ايه السمارت هوم ده، تمام. ايه الفكره اللي انا استخدم الموبايل، استخدم صوتي في التعامل مع الاضاءه، استخدم يعني اوفر سلك، اوفر حاجات كتير. استاذ خالد دلوقتي عايزين نعرف في ختام حلقتنا، عايزين نعرف طموحك ايه في الايام اللي جايه؟ ان شاء الله كده يعني احنا عايزين بس ان يعني نقول يا رب كده والدنيا تمشي والناس كلها تشتغل، ومش احنا بس، لا جميع الشركات تشتغل، تمام. وفي نفس الوقت احنا يعني بنتمنى الخير لكل الناس وربنا ربنا يبارك لنا كلنا بس. انت شايف الازمه الاقتصاديه بدات تتحل؟ طبعا. لا الفكره كلها يعني التجار النهارده هم صعبين شويه، يعني مثلا النهارده انا عندي مخزن خامات، فبالتالي بجيب من تاجر بيجيب من شركه بيجيب من مؤسسه، فهتلاقي الدنيا كلها داخله ببعضها. بس احنا بنحاول في الاخر العميل لما يجي يشوف اللي قدامه، تمام، بنحاول ان احنا نرضيه باقل الاسعار وباقل يعني باعلى جوده. استاذ خالد النهارده انت نورتنا وبنشكرك جدا. ربنا يبارك فيكي.